السلام عليكم. مش قلت لكم هنعمل كل حاجة في البيت إن شاء الله ومش هنشتري حاجة من بره خالص؟ النهاردة بقى هنعمل تورتة تونة وجبن، حاجة كده تحفة. وكمان هنعمل التوست في البيت، يعني هتبقى موفرة جدا غير اللي بنشتريها من بره خالص. وكمان للمبتدئين اللي لسه بيعملوا الحاجات دي لأول مرة هيعملوها بمنتهى السهولة. هنعمل كل حاجة بسيطة وسهلة. يلا بينا على طول على الوصفة. أول حاجة طبعا هنجيب التونة، وبعد كده هنحط بقى عليها شوية توابل كده عشان نعملها سلطة حلوة. هنحط نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل اسود، معلقة كده من الزيتون المقطع رفيع جدا، وبعد كده هحط نص ليمونة طبعا علشان التونة والزفارة، ومعلقتين زيت نباتي من اي نوع تفضلوه، يعني اي زيت بس ما يكونش الزيت ده طعمه قوي، وهحط معلقة مايونيز بس واحدة، ودي اختياري. وبعد كده بقى هجيب البصل اللي انا زرعاه في البلكونه، اوعوا ما تكونوش زرعتوا البصل زيي، وهاخد الراس البيضه دي هقطعها رفيع جدا، وهسيب الورق هقول لكم بعد كده هنعمل بيه ايه. وعلى فكره فيديو الزرع اللي انا زرعت فيه الحاجات في البلكونه وبصل بقى وشبت وبقدونس وكزبره هتلاقوه ان شاء الله موجود على قناتي. وهقلب بقى الخليط ده كويس جدا. وبعد كده بقى انا محضره نص كيلو من الجبنه الكريمي، الجبنه الكريمي بتاعتي بالقشطه، انتوا عايزين اي نوع مفيش مشكله خالص. هاخد منه كوبايه واحده بس واحطه على الخليط، وهقلبه بقى كويس قوي قبل ما احط التونه. التونه دي بقى اي نوع تونه عندكم، قطعه واحده مفتته، قطع اي حاجه براحتكم. دول حوالي علبتين، شطفتهم بس في مصفى كده تحت الميه علشان انزل منهم الماده الحافظه اللي فيهم، وانا كده كده حطيت على الخليط زيت فانا مش محتاجه احط عليه زيت خلاص. وهدوقه بقى اذا كان محتاج ملح ولا لا. لو اخدتوا بالكم انا ما حطيتش ملح خالص في الخليط، بس انتوا لو حسيتوا ان الحاجه دلع شويه ممكن تحطوا ملح. وبكده يبقى خلصنا الحشوة، احطها على جنب. وبعد كده بقى هاخد بقية الجبنة واحطها في طبق وعليها نقطتين من الألوان الجل اللون الأحمر. الألوان دي هتلاقوها في أي سوبر ماركت أو أي محل من المستلزمات الحلوانية. أنا هنا كنت عايزة اللون يبقى سيمون فحطيت نقطتين من اللون الأحمر، واحط عليهم نقطة واحدة بس من اللون الأزرق، ويعني حاولت على قد ما أقدر إن اللون يبقى سيمون. مش عارفة بقى انتوا الألوان دي طبعا انتوا اختاروها وركبوها زي ما انتوا عايزين، كل واحد حسب ذوقه. على فكرة ممكن تركبوا لونين مع بعض، يعني ممكن يكون لون أخضر مثلا ومعاه أحمر، أو مثلا لون بيج، يعني أي ألوان أنتوا عايزينها. المرات الجاية إن شاء الله هنركب كذا لون مع بعض، يعني خلونا كده في الأول علشان دي للمبتدئين نعملها بأبسط صورة، وبعد كده بقى نركب زي ما احنا عايزين. وبعد كده بقى هندخل على التوست. انا طبعا ما بشتريش توست ولا عيش ولا الحاجات دي من بره، وانتوا عارفين كده كويس. فرحت عامله بقى التوست بالحجم الطبيعي الكبير ده علشان يبقى نفس الحجم اللي انا هعمله في الاخر، بس شلت القشر كله كده من على الوش علشان خاطر يشرب من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها. بس اهم حاجه وانتوا بتقشروه لازم السكينه تكون رفيعه قوي وحاميه علشان خاطر ما تجروش على التوست نفسه، يعني يتشال القشر كده بمنتهى السهوله من فوق. هتلاقوه يتشال معاكوا يعني هوا. وعلى فكرة التوست ده بالظبط هنزله لكم ان شاء الله فيديو منفصل علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو ده، بس يمكن الفيديو اللي بعد ده او اللي بعده. المهم بقى بعد ما قشرته كله وحطيته في طبق، طبعا مش هرميه، هقول لكم برضه هنعمل بيه ايه. شايفين التوست طري ازاي؟ مش ممكن تجيبوا حاجة بالحلاوة دي من بره. وممكن نعمل منه كميات على فكرة ونشيلها في الفريزر ونخرجها وقت ما نعوزها، وممكن نعمل منه المربع والمدور، كل حاجة في ايدينا ان شاء الله، بس نتعلم الطريقة الصح. ده بقى هحمصه، وبعد كده هحطه بقى في اي تتبيلة. زي ما قلت لكم التوست طري جدا يا جماعه، تحفه. وعلشان انا مش عايزه الاطراف لانها برضو بتبقى قاسيه شويه، وكمان علشان كلهم يبقوا بالظبط قد بعضه، جبت صينيه زي ما انتم شايفين كده، وهحدد كده بالسكينه واقطع الزيادات كلها. وبرضو الاطراف دي كلها انا مش هرميها، انا هقول لكم هجمعها وهعمل بيها ايه في الاخر. خلاص قطعتهم التلاتة تقريبا لان انا عايزه 3 رقات زي ما قلت لكم. وهجيب طبق بقى واحط اول راق واحط عليه الحشوه الجباره اللي هي التونه بالخلطه الحلوه اللي احنا عملناها. وهنعمل زي ما نكون بنعمل تورته حلوه بالظبط، بس دي تورته تونه. هحط اول راق واحط فيه شويه حشوه كده حلوين، وطبعا الحشوه دي بتاعتكم، يعني عايزين بقى تقللوها تزودوها تحطوا عليها اي حاجه تانية براحتكم. وبعد كده بقى تحطوا الراق التاني وبرده تحطوا شويه من الحشوه. على فكره عايزه اقول لكم ان هي ما خدتش العلبتين التونه، اخدت حوالي علبه ونص. وتحطوا الحشوه وتضغطوا عليها كويس جدا وتسووها، اهم حاجه ما يكونش فيه حته عاليه وحته لا. وبعد بقى ما تحطوا الحشوة في الراق التاني هنحط آخر راق اللي هو الراق التالت. وخلي بالكم الراق التالت ده يا ريت يعني يكون أكتر راق متساوي، يعني تختاروا في التلاتة توست اللي احنا عملناهم أكتر راق يكون متساوي، وده اللي يبقى الوش عشان ده يبقى الواجهة. وبعد كده بقى عايزة أقول لكم إن احنا هنحط عليها جبنة من فوق، يا نهار أبيض هتبقى حاجة كده فظيعة. هنجيب بقى الراق التالت، بس أهم حاجة تضغطوا كويس يا جماعة، اضغطوا كويس جدا علشان الحشوة تمسك في التوست كويس. بعد كده بقى تحطوا الجبنة.
وبرضه الجبنة دي كميتها بتاعتكم، بس أهم حاجة يعني يكون كل حاجة في الوسط علشان ما تبقاش حادقة أوي. هتسووها بقى بأي حاجة عندكم، سباتولا بقى، معلقة، أي حاجة. وطبعًا مش هننسى الجناب برضه هنغطيها بالجبنة. عايزة أقول لكم بتطلع في الآخر حلوة أوي، بجد بتتباع بأرقام يعني فظيعة. ليه؟ مع إن هي علبة ونص تونة ونص كيلو جبنة، لو حسبناهم الاتنين على بعض هييجوا حوالي ربع أو أقل من ربع تمنها كمان. خلاص أنا خلصتها وبسويها بس التسوية الأخيرة دي، وبعد كده بقى عايزة أزينها، والتزيين ده برضه حسب رغبتكم. فاكرين عيدان البصل اللي أنا قلت لكم هنعمل بيها حاجة في الآخر؟ أنا قطعتها صغير قوي كده وحطيتها داير ما يدور زي ما انتوا شايفين. الأخضر مع السيمون والأحمر والحاجات دي بيبقى شكلها حلو شوية. على فكرة ممكن تحطوا برضه فلفل ألوان، تعملوا أي حاجة يعني، بس أنا حبيت أعملها لكم بأبسط حاجة، وكل مرة هنجود وهنعمل حاجات أعلى إن شاء الله. وبعد كده قطعت كام زيتونة كده وحطيتهم في الجناب برضه يدوا منظر يعني. وجبت برضه جزراية وبشرتها جزراية صغيرة قوي، وقلت أعمل شكل من فوق كده داير ما يدور يعني بالجزر كده، برضه هيليق ويبقى شكله حلو قوي. على فكرة برضه التزيين زي ما قلت لكم بتاعكم، يعني ممكن تحطوا بداله مثلا بقدونس، أي حاجة من الحاجات دي. هو فعلا البقدونس الأخضر كان هيليق أكتر يا جماعة. بعد كده بقى جبت الزيتون برضه حطيته داير ما يدور كده بعد ما قطعته. وجبت عيدان البصل الأخضر برضه حبيت أعمل شكل كده، وجيت أحط الزيتونة في النص، لا حسيت إن الشبت هو اللي هيليق أكتر. يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه. نفسي اشوف بقى ابداعاتكم يعني في الصور اللي هتبعتوها لي ان شاء الله. دول بقيت بقى سلطه التونه اللي انا عملتها، ودول الطراطيف كده ولا الاطراف بتاعه التوست، بيتغمس بقى بيها وبيبقى تحفه. شايفين في الاخر منظر رهيب بجد، حلو قوي. عايزه اقول لكم انها لازم تدخل التلاجة مش اقل من 3 4 ساعات، او حتى من بالليل للصبح، علشان التوست يشرب من الجبنه كده ويطرى قوي ويبقى زي الكيك بالظبط. بس انا كالعاده وربنا ما يقطع علينا عاده، قلت اقطعها واوريها لكم في حموتها كده، لان ممكن احطها في التلاجة واجي بعد كده اطلعها عشان اصورها ما الاقيهاش اصلا. قطعت بقى قطع كده، يا نهار ابيض على الطبقات. شايفين الطبقات؟ حلوه قوي. كيكه ولا مش كيكه، تورته ولا مش تورته، حاجه كده طعمها حلو قوي. شبه كده الكلاب ساندوتش اللي بنشتريه بارقام خزعبليه، شبه كده التورته بتاعت التونه والجبن التحفه اللي بنشتريها من بره. بس لا، احلى كمان لان احنا متحكمين في كل حاجه، في كميه الجبنه وكميه التونه وكل حاجه، وطبعا بنظافه مفيش بعد كده. وكمان التوست عاملينه في البيت يعني موفره على الاخر، بجد تحفه. يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكون سهله. ولو عايزين اي حاجه قولوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول من عينيا. ويا ريت تبعتوها لكل حبايبكم عشان هي فعلا تستاهل. ونسيت اعرفكم بنفسي، لو لسه اول مره بتشوفوني انا اسماء بحيري، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت بعد اذنكم تنوروني بالاشتراك، وكمان ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان اي وصفه جديده ان شاء الله انزلها يجيلكم اشعار بيها. يلا بقى دلعوا البيت كله واعملوها، اعملوها في اعياد الميلاد، اعملوها في اي مناسبه، اعملوها وقت ما تعملوها. تنفع بقى في الفطار، في الغدا، في العشاء، بجد بتنفع في كل وقت وفي كل اوان زي ما بيقولوا. الف الف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.